they auditioned ماما قبلي، وبعدين اختاروها قالوا خلاص هي دي دور الأم، دي دور منى. بعدين قالوا لهم ايوه هذه ام سمر. فانا كنت يعني انا جيت على المسلسل على جايبه العيد على حسها. في احد كده جاني قال لي سبرايز سمر حتكون بنتك، قلت ليش؟ سمر وبنات العيله كلهم كانوا بيمثلوا في 2013. قبلها انا مطربه العائله الشهيره اللي بصوت وحش، بس عشان نحبها فيعني نخليها تكمل في الطرب. ايوه ايش سامحيني. لا موافقه. انا كان عندها موهبه، انا كنت شايفه الموهبه دي، بس كنت شايفاها في اتجاه ثاني صراحه اكثر من التمثيل. هل انت كنت حاسه ان انا حدعمك، اني انا حساعدك لو قررت انك انت تمثلي ولا تخوضي المجال الفني؟ مو مره الصراحه، كنت خايفه انك ما تدعميني عشاني كنت متزوجه، فكنت بالنسبه لي خلاص هو ولي الامر هو اللي حيقول ايوه لا، وكنت لا احس لا انت ولا بابا حتقولوا لي طيب. اتذكر لما احنا كنا صغار كنا اكثر شيء كنا انا وبنات العيله كنا طول الوقت نصور فيديوهات واشياء، بس اغلبها كانت اعلان ديودرنت فور سم ريزن. يعني ما اعرف ليش كنا نحب نسوي اعلانات ديودرنت. ايش كان احساسك لما قلت لك تعالي نمثل؟ تعالي مثلي او روحي مثلي. خفت، لكن كان الموضوع شويه يلعب في عقلي، يعني اروح واجي افكر في الموضوع. انا اصلا يعني لما فهمت التمثيل اكثر شفت انك تنفعي فيه عشان صفاتك الشخصيه، يعني عندك كاريزما وصوتك عالي. لا امزح، ما عشان صوتك عالي، عشانك يعني جهوره، يعني عادي تدخلي مكان وتكوني يعني ذا لايف اوف ذا بارتي. هو يعني انا بطبيعتي جريئه ومتعوده على مقابله الجمهور يعني، لكن برضه شكرا في الاخير يعني اخذتيني لمكان غير لي حياتي الصراحه. احنا علاقتنا في الحقيقه يعني علاقه امي بنتها واصحاب، يعني بيننا حوارات، بيننا نقاشات، بيننا مشادات، بس احنا اصحاب فعليا، يعني اصحاب يعني بيننا اسرار، بيننا يعني أسرار اقدر اقول أمهات. للماما على بعض اسراري 70% غالبا. ايوه مفهوم. كل البنات عندها جزء كده ما يقولوا لاهاليهم، يعني اقدر افهم الكلام ده، بس اكيد ما هي علاقه منى برزان. الدور حقنا حاد مع بعض طول الوقت، واحنا طول الوقت ناقر ونقير، وحسيته شويه بدا ينعكس على الحياه. حتى يعني في السياره ما كنا نروح نفس السياره للتصوير، كل واحده فينا كانت، انا طلبت هذا الموضوع. احنا اول يومين كنا مع بعض، اول أيوة. يوم اول يوم كانوا يرسلوا لنا واحده سياره، قالت لي ماما لو سمحتي انا هطلب ان انا اجيب سياره لحالي وانت بسياره لحالك، ما ينفع يعني. احنا في عصر قاعدين نصنع فيه تاريخ، واحنا جزء من هذا التاريخ، ويعني قديش احنا محظوظين انه احنا جزء من هذا الزمان في هذا العمر ونقدر نسوي دي الاشياء. والصراحه الدعم يعني دعم المملكه العربيه السعوديه للموضوع كبير 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 جدا، يعني في انفتاح ثقافي. يعني المملكه عندنا ادت دافعيه للناس انه لا، انت مهما كان عمرك تقدر تسوي شيء جديد، تقدر تنطلق، تقدر تبدا حياه جديده. انا يعني في سني ده 99% حقدم رساله محترمه، حقدم فن راقي، حقدم حاجه تخدم مجتمعي. انا من الناس اللي احس انه انا طول حياتي عندي احلام ابغى احققها وابغى استمر فيها.